ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ الملخص. بنكون في بانكوك سنة 1980، وبيكون في عسكري واقف مع صاحبه في محل ذهب، وبتدخل عصابة بميني باص وبيخبطوا العسكري وبيسرقوا المحل، والعسكري بيقوم ويضرب تي رئيس العصابة بالرصاص، لكن مش بيحصل له حاجة. العسكري بيستغرب، وريك صاحب تي بيضرب العسكري على دماغه وبيجروا، والصحافة والإعلام بيكتبوا عن تي والجرائم اللي بيعملها، وإنه عامل زي اللهو الخفي مفيش حد بيقدر يقبض عليه، وده لأن معاه قوة سحرية بتساعده يختفي بعد كل جريمة، وبيكون في مكافأة 10,000 للي يقدر يقبض عليه. وفعلا الشرطة بتقدر تقبض عليه هو وريك صاحبه. بعدها العسكري اوان بيستفزه وبيقول له وريني كده هتقدر تهرب ازاي وانا معايا التميمة بتاعتك. سوماشي قال له ما تستفزوش بقى، سيبه في حاله. واوان ربط كلبش في ايده مع تي وبيقول له يلا اختفي بقى. تي وريك بيضحكوا مع بعض وبيقولوا كلمات زي تعويذة كده، وفجأة بنشوف اوان الكلبش في ايده مربوط في القطر، وتي وريك مش موجودين اصلا. وسوماشي بيقول راحوا فين دول، وبيخرج تي وريك من البحر وبيكون مستنيهم كده وباقي اصحابهم من العصابة، والجرايد بتكتب عن هروب تي. بعدها مدير الامن بيقابل الضابط جاك وبيقول له معاك كل الصلاحيات، تي ده تجيبه حي او ميت، المهم نخلص منه باي طريقة. بعدها تي وريك بيروحوا الكاهن في معبد، وتي عرفه ان التميمة السحرية بتاعته اخدتها الشرطة. الكاهن بيعمل له واحدة جديدة وقال له نجاحك مش عشان سحر التميمة او الحظ، ده بسبب صاحبك. نجاتك ونجاحك دايما بايده، وسيب طريق الاجرام ده احسن لك يا تي. وتي بيفتكر لما كان مع ريك وهم صغيرين وكان بيعمل حركات سحرية بسيطة، وكان ابو ريك بيبيع ادوية وخلطات سحرية برضه، والشرطة قبضت عليه لانهم لقوا معاه مخدرات. وقتها طلب من الكاهن يربي ابنه. بعدها تي قال لريك هخرجك من هنا، هنلاقي مكان افضل من القرية. ويفتكر لما حد ضربه بسكينة في بطنه وريك انقذ حياته، واتضرب وقتها لانه ما دفعش للبلطجية الاتاوة. بعدها ريك بيولع في حاجات وقال للتي من النهاردة مفيش حد يقدر يأذيني او يأذيك. بعدها سوماشي واوان مع الضابط جاك وقالوا له ان تي معاه قوة سحرية بتخليه يختفي. جاك قال لهم لو معاه قوة سحرية فعلا احنا قبضنا عليه ازاي. بعدها جاك بيكون مركز مع كيد، وده واحد من رجال التي. سوماشي بيجي لجاك وبيقول له رحت كل البيوت المشبوهة ومش لاقيه، وجاك بيفكروا بكيد وان تي هاجم بيت ابوه، وكيد عرض فلوس لو حد مسكه، ومن وقتها تي ما ظهرش هنا. ونفتكر اول جريمة عملها كيد مع تي اصلا كانت سرقة ابو تيد واسمه اديس، وبنرجع بالزمن وقتها وكيد ضرب ابوه بالرصاص في رجله. وبنرجع للاحداث دلوقتي، بيكون جاك مركز مع كيد جدا وبيمشي وراه مش بيلاقي حد، وبيجي تيد من وراه ومعاه مسدس. في نفس الوقت ريك بيعمل تعويذة وتي بيختفي والظابط مش لاقيه. بعدها بيروحوا البيت مشبوه، ومدير البيت والحارس سام بتاعها مش طايقينهم، وبيكونوا جايبين لها دهب بسعر رخيص جدا. وريك بيحب بنت شغالة في البيت ده اسمها داو. وتاني يوم الشرطة بتيجي البيت ومعاهم جاك اللي بيطلب من مديرة البيت تدفع فلوس الترخيص، لكن بيكون جاي أصلا عشان يسأل عن تي وريك، وكل البنات بيقولوا ما يعرفوش عنهم حاجة. وسام قال له أنا قلت لك آخر مرة شفته كان من شهر. وجاك بيحذرهم إنهم لو شافوهم لازم يبلغوا، وقال لي هيشوفوا أيام سودة. بعدها تي بيقرأ الأخبار عنه في محل كده، وبيكون المكان كله مرشدين. وسوماشي برضه متخفي وقال للظابط جاك إن المخبرين شافوهم هنا من أيام. بالليل ده بتعرف ريك ان الشرطة بتدور عليهم، وريك قال لها خرجك من هنا في اسرع وقت. وسام شافهم وسمعهم. تاني يوم تي وريك بيركبوا الاتوبيس وسوماشي واقف والمخبرين في كل مكان. بعدها تي بيعمل التعويذة بتاعته والاتوبيس بيعطل، وتي وريك بيطلعوا المسدسات وقالوا للركاب كله يطلع اللي معاه، والناس بتطلع كل الفلوس اللي معاها فعلا. وبيكون في اكتر من عسكري في المكان. واحد منهم ضرب ريك بالرصاص في ايده وتي بيموتهم، وبيهربوا. بيكون كيد جاي وراهم بالعربية، والشرطة بتجري وراهم بعدها، وبيسيبوا العربية في مكان، والشرطة جت وطلبت تعزيزات أمنية. بعدها جاك بيجي ومعاه قوات، وبيكونوا قدام بيت واحد في المكان ده، وهو ده البيت الوحيد في المنطقة. وبيكونوا جوه فعلا، وبيشيلوا الرصاصة من دراع ريك، وبيساعدهم صاحب البيت. وجاك على الباب وصاحب البيت بيفتح له وبيسألوا عن التلاتة، وبيكون تي وراه. وتي بيقفل الباب، وجاك بيخلي الشرطة تحاوط البيت كله، وبيحصل تبادل إطلاق نار، وناس كتير بتموت من الشرطة، وقربت الذخيرة بتاعت تي وأصحابه تخلص. بعدها بيعملوا التعويذة بتاعتهم، وسوماشي سامع بره وبيقول ايه الصوت ده، وبيحصل مطر شديد. بعدها في نفس الوقت مديرة البيت بتضرب ده لأنها عرفت من سام إنها عايزة تهرب مع ريك.
بعدها المطر بيهدى والشرطة بتدخل البيت، مش بتلاقي إلا صاحب البيت بس. وجاك بيقول له قول لي كده دول هربوا منين؟ صاحب البيت قال له انت بتؤمن بالقوة السحرية ولا لا، وان اللي حصل انهم اتبخروا زي الدخان. جاك مستغرب ده ازاي واحنا محاوطينهم من كل الاتجاه. بعدها مدير الامن بيقول لجاك ازاي هرب منك، انت بتحرجني كده قدام القيادات والصحافة مبهدلانا. جاك قال له بيختفوا. المدير قال له الكلام ده خطر، ما ينفعش يوصل للصحافة، وهتبقى كارثة لما يعرفوا ان في ضابط مصدق الكلام ده. بعدها تي بيدي الدكتور دهب، وده لانه خرج الرصاصة من دراع ريك، وادى لجون كمان لانه ضايفهم في بيته. بعدها كده بيعرف ريك ان سام ضرب داو وبهدلها عشان عايزة تهرب معاه. بعدها بيروح البيت المشبوه وبيقتلوا الحراس وبيضربوا سام بالرصاص في دراعه، وريك بياخد المديرة معاه لأوضة داو وبيصحيها، والمديرة كانت هتضرب ريك بسكينة لكن داو بتقتلها بالمسدس بتاعه. وكده بيقول لهم الشرطة محاوطة المكان، وسام بيكون هرب. الشرطة وصلت وبيكون مات 6 واتصاب 2 في البيت، وبعد شهادات الموجودين بيكون في 2 مختفيين داو وسام. بعدها بيجي سوماشي يقول لجاك انهم قبضوا على واحد من رجال التي. جاك قال لهم ده اكيد كده ابن ايديس، حطوه في الاسم وانا هبقى اجيله، وجمعوا لي معلومات عن سام. بعدها كده المساجين بتضربه وواحد بينقذه من الضرب، وبيحصل خناقة كبيرة بين المساجين وبعض. بعدها جون قال لتي وريك ان كده اتقبض عليه وانه في الاسم دلوقتي. ريك قال لتي انا مش هسيب ده لوحدها هنا، وتي قال لجون يجي معاه. بعدها ريك بيروح للكاهن وقال له يخبي ده عنده. في الوقت ده تي بيسرق 4 اماكن متجر ومكتب رهانات ومحلات ذهب واسطبل خيول، والشرطة بتكون مستغربة ازاي قدر يعمل كل ده في وقت واحد. جاك قال لهم هنروح القسم بسرعة، هو اكيد رايح هناك، وفعلا بيكون هناك ولابس شرطي وبيخدر الضابط اللي هناك بالسحر برضه، وبياخد كيد. لكن جاك وصل ومعاه قوات كتيرة وبيحصل ضرب نار بينهم، وريك بيجي يحدف قنبلة والشرطة تبعد ويهرب تي وكيد، وريك بيحدف قنبلة تانية على الضابط وبيفاديسه ماشي وبيموت بداله. بعدها ريك قال لتي انه هيروح ياخد دواء من عند الكاهن، وتي قال له ازاي تعمل كده وتعرضوا للخطر. بيروحوا للكاهن وقال لهم خلوا بالكوا الشرطة في كل مكان هنا، وان سام جه وسأل عنكم وقتل الراهبة سوماي ودي ام ريك اصلا، لكن داو اتصابت بس هي بخير. والكاهن بيقول لتي انا بلوم نفسي لان انا اللي وصلتك للي انت فيه دلوقتي. وريك بيكون حزين جدا وبيلوم تي على كل حاجة هم وصلوا ليها، وانه فقد امه بسبب كل ده، وانه ما شافش ابوه من يوم ما اشتغل معاه، ودلوقتي خسر امه كمان. تاني يوم ريك بيجيب داو من عند الكاهن، وداو بتعتذر له وقالت له انها السبب في موت امه. قال لها مالكيش ذنب وبيلبسها دبله. بعدها كيد بيقول لتي ان ريك شكله عايز يسيب العصابه. تي قال له انت لسه صغير ما تعرفش احنا مرينا بايه، اي مكان بروحه دايما ريك معايا. بعدها ريك قال لتي انا هخلص على سام وخليك هنا وخلي بالك من داو. بعدها ريك بيروح لمدفن امه يزورها وبيكون حزين جدا. بعدها بيروح يقتل سام والشرطه بتقبض عليه. وجاك بعدها بيقول له عرفني مكان تي فين وهسيبك في حالك مدى الحياه، وهتاخد فلوس كمان تبدا بيها حياه جديده. ريك ضرب جاك بدماغه في وشه، وجاك ضربه وقال له خلي بالك مفيش حد من الشرطه يعرف انك هنا معانا، لو ما ساعدتنيش هتودع. وبيحط المسدس على دماغه. بعدها كيد معاه الواد اللي انقذه من الضرب من المساجين. وتي قال له مين ده؟ قال له ده انقذني في السجن وجاب لي معلومات عن سام مهمه عشان ريك يخلص عليه. تي قال له انت غبي، انا متاكد دلوقتي ان ريك حصل له حاجه، انا مش واثق فيه الواد ده ولا واثق فيك انت كمان. بعدها كيد قال لصاحبه ده ان تي مش واثق فيه، والمسجون بيستغرب وبيقول له تي هنا؟ قال له اكيد مشي. بعدها تي بيسمع في الراديو اخبار عن ان الشرطه قتلت ريك وان جثته دلوقتي في مشرحة مستشفى الشرطة. وتي بيقول له ده واكيد ده كذب. ده قالت له ده الخبر اتذاع على الراديو، وده بتكون حزينة جدا وتي مش في حالته. بعدها بفترة كيد بيقول لصاحبه من يوم ما مات ريك وتي اعتزل كل حاجة وقاعد في البيت. صاحبه قال له انا معاك يلا نسرق ونظبط وتثبت نفسك لتي. بعدها تي بيسمع ان عصابته سرقت اكتر من 100,000، ده غير الذهب كمان، وبيكون مع تي داو. وقال لها انهم هيروحوا مكان بعيد وهيتنقلوا بالقوارب وهيوصلوا المكان لا شرطة ولا حد هيعرفهم هناك. وقالت له انها حامل من ريك وبتكون حزينة ان ابنها يتولد من غير اب. وبيروحوا مكان ما يعرفوش الا تي وريك، وبتكون داو واقفة حزينة وبيجي ريك من وراها يحضنها وبتستغرب انه لسه عايش. وتي بيحضنه وبيكون فرحان، وريك عرفه انهم قاصدين الاخبار دي كلها عشان تظهر لهم ويقبضوا عليك يا تي، بس انت طلعت اذكى منهم وعايزين ننفذ عملية سرقة اخيرة ونروح مكان بعيد نبدأ حياة جديدة. وريك بيقول لداو دي اخر مرة ثق فيا. بعدها تي بيعرف ريك ان الشرطة كتير هنا كأنهم عندهم معلومات بوجودهم،
ريك قال له انت بتشك في مين؟ قال له كيد ومعاه واحد صاحبه كده حاسس انه مخبر شرطة. وفعلا جاك بيكون مع الواد ده وشغال لصالح الشرطة. بيرجعوا المدينة تاني وتي بيقول لكيد وصاحبه استنوني قدام بنك تايلاند، ما تعملوش حاجة الا لما اجي. وطبعا الشرطة عندها علم من المخبر بتاعها وعندها خطة للقبض عليهم. وريك بيكلم جاك وقال له زي ما اتفقنا اقبضوا على تيه حي وسيبونا انا وده ونعيش حياتنا. وجاك يفتكر لما اوان سأل ريك هربتوا ازاي مننا يوم القطر، وريك قال له تعويذة طبعا وفتح الكلبش وقال لهم كده انتوا فاكرين ان ده سحر؟ اصلا طفاشة عادي. جاك قال له طيب ويوم البيت وانتوا متحصرين من كل مكان؟ ريك قال له ادينا لصاحب البيت فلوس عشان يقول لكم كده وقلنا الكلام اللي بنقوله كل مرة، ونزلنا من تحت البيت في سرداب للمية وخلعنا. بنعمل خدعة تحسسكم اننا معانا قوة سحرية، وان تيه خدر العسكري في الاسم على فكرة بنبات قوي مش سحر ولا حاجة. بعدها الشرطة منتشرة قدام البنك وبتيجي عربية نقل فلوس ومش بيحصل حاجة، وبيكون ريك وتيه مستنيين العربية في شارع تاني اصلا، وخبطوها وسرقوها والشرطة جت. وتي بيقتل منهم وأوان ضرب دو في ايديها. وريك بيسرق عربية ربع نقل بيهربوا بيها وبيروحوا للكاهن يسيبوا دو عنده، وبيمشوا هما في الطريق الشرطة بتكون قافلة الطريق قدامهم. وجاك بيفتكر لما قال له ريك ان تي يتمنى الموت بس ما يدخلش السجن، وان الموت رحمة ليه، وبيكون في قناص ضرب تي رصاصة جت في كتفه. وبيعدوا الحاجز الامن بسرعتهم عادي، لكن بعد فترة بيقفوا لان تي بينزف وبيموت. وقال لريك انا كنت سعيد انك صاحبي، ارجع لمراتك وابنك وسيبني. ريك بيكون حزين جدا وتي بيقول له ضربني رصاصة خلص عليا عشان ارتاح من الالم اللي انا فيه، انا كده كده ميت. وريك بيديهاله في نص دماغه. والشرطة والاعلام بيحتفلوا بالظابط جاك اللي قدر ينهي حياة الحرامي القاتل تي. وجاك بيكون مش مبسوط لانه كان عايز يقبض عليه حي. بعدها ريك مع دو ومعاهم حاجتهم ورايحين يعيشوا حياة جديدة وهادية بعيد عن كل القرف اللي شافوه. لكن كيد بيجي وراهم وقال لريك عرفت مين قتل تي يا خاين؟ وقتله وكان معاه المخبر وبيقول له يلا نهرب. قال له حاضر هنهرب، وقتله بسكينة. بتيجي الشرطة وبيقول لهم انا شرطي معاكم، لكن بيقبضوا عليه. بعدها جاك بيحرق الشهادة اللي بتثبت ان المخبر بتاعهم شرطي، وقال ان مطاردة تي هتخلق مجرم تاني وهتدمر كل اللي اتورطوا فيها. وداو بتكون حزينة جدا وتفتكر اول مرة شافت ريك يوم لما كان بيهرب من القطر هو وتي. ويخلص الملخص.